أصدرت وزارة الداخلية بيانا بمناسبة إحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود، هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل دعوات العديد من التيارات السياسية والحركات الثورية لإحياء ذكرى شهداء محمد محمود، فإن وزارة الداخلية وهي تقوم بدورها في حماية مقدرات الوطن وتضحي بزهرات شبابها من أجل أمنه واستقراره وأمان أبنائه، فإنها تؤكد على احترامها لإحياء ذكرى جميع الشهداء تخليدا لدورهم في مسيرة العمل الوطني، وحرصها على إتمام فعاليات الاحتفاء بتلك الذكرى في الإطار الذي يتناسب مع وعي وتحضر المشاركين فيها، كما تؤكد على أنها تعمل لصالح أبناء الشعب دون تفرقة تحت مظلة القانون الذي يحكم أداء رجالها. وتعلن وزارة الداخلية اتخاذها الإجراءات اللازمة لتأمين المشاركين في إحياء تلك الذكرى، وتدعو الكافة لشدة الانتباه واليقظة حتى لا يندس بينهم من يكدر سلامها أو يحيد بها عن أهدافها. وبهذه المناسبة فإن وزارة الداخلية تقدم تعازيها لكل شهداء الثورة الذين سالت دماؤهم الزكية لتروي شجرة النضال الوطني الذي سيسطره التاريخ في تلك المرحلة الفارقة من عمر الأمة. عاشت مصر حرة أبية، والمجد لشهدائها.